حليب الشوك او الميلك ثاتل. اسئله كتيره قوي جات لي على الميلك ثاتل او حليب الشوك، وخاصه في الفيديو بتاع الفاتي ليفر او كبد الدهن. الناس كانت بتسال يا دكتور انت ما جبتش سيرته ليه؟ انت عمال تتكلم على حاجات تانية، بتتكلم على اوميجا 3 والبروبايوتكس وغيرها، انما ما كلمتناش خالص على الميلك ثاتل. وهي فيديوهات كتيره قوي على السوشيال ميديا بتتكلم عن البذور بتاعته والفعاليه بتاعته في الكبد الدهني. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ الجزء الاولاني ايه هو اصلا حليب الشوك او الميلك ثاتل؟ البذور بتاعه الميلك ثاتل او حليب الشوك بتحتوي على مجموعه من المواد الفعاله مجملا اسمها السيليمارين او السيليمارين، وده عباره عن ميكس من 4 مركبات مع بعض: السيليبين والايزوسيليبين والسيلكريستين والسيلديانين. المجموعه دي على بعضها اسمها الفلافونوليجنانز. المركبات دي بتتميز بان ليها دور قوي جدا كمضاد للالتهاب ومضاد للاكسده، وبتحافظ على خلايا الكبد من الضمور ومن التلف. وطبعا دورها الشهير هو تقليل فرص التليف بتاعه خلايا الكبد والحفاظ على وضع الكبد على الوضع اللي موجود عليه. وعشان كده كان ستاندرد دايما في الحالات بتاعه التهاب الكبد الوبائي سواء كانت A او B او C، كل ما يحصل عندي زياده في الانزيمات بتاعه الكبد كانوا بيدوا السيليمارين عشان يحافظ على الخلايا ويقلل فرص الضمور بتاعتها. فالحد هنا هو كويس جدا كمضاد للاكسده ومضاد للالتهاب والحفاظ على خلايا الكبد وتقليل مستويات الاي اس تي والال تي اللي هم الانزيمات او الانزيمين الشهيرين اللي بيعبروا عن الانتجريتي بتاعت الخلايا. ايه علاقته بقى بالكبد الدهني؟ حضرتك لما انا كلمتك في الفيديو اللي فات كلمت حضرتك على الحاجات اللي تقلل تكوين الدهون جوه الخلايا بتاعت الكبد اللي مع الوقت بتؤدي للكبد الدهني ومضاعفاته من ضمور الخلايا بتاعت الكبد. لما كلمتك على البروبايوتكس وعن اوميجا 3 كلمتك على الحاجات اللي هتساعد على الموبيلايزيشن اوف فاتس، ان الجسم يبدا يحرك الفاتس اللي موجوده هناك دي او الدهون اللي موجوده هناك دي، او يمنع تراكمها وتكوين تاني غيرها. انما دور السيليمارين هنا مش ان هو يقلل ده، لا، دور السيليمارين يحافظ على الخلايا ان يحصل فيها ضمور من التوكسيسيتي او الزياده بتاعه الدهون داخل الخلايا. فهو هنا وقايه ضد التلف، انما هو ما ساعدنيش على ان انا اقلل الدهون اللي جوه الخلايا بتاعه الكبد. وبالتالي اول نقطه، الميلك ثاتل ملوش دعوه خالص بتكوين الفاتي ليفر ديزيز، بالذات النون الكحوليك فاتي ليفر ديزيز او ما يعرف في مجتمعاتنا الشرقيه بالكبد الدهني اللا كحولي. استناني الحلقه الجايه عشان اكلمك على معلومه مهمه جدا تخص البذور بتاعه الميلك ثاتل. هل فعلا لو حطيتها في ميه وغليتها وشربتها زي الناس ما بتقول هتجيب نتيجه ولا لا؟ استنى نعرف مع بعض ان شاء الله في الحلقه الجايه، وافتكر دايما ان صحتك اهم.